نهاية غير متوقعة لأشهر راقصة في مصر. كانوا بيقولوا عليها الراقصة المثقفة لأنها كانت بتتكلم 4 لغات وبتقرا كتير جدا لدرجة إنها قرت أكتر من 1000 كتاب. الراقصة دي هي هاجر حمدي، اتجوزت كمال الشناوي وخلفت منه ابنها المخرج محمد الشناوي. هاجر حمدي ده كان اسم الشهرة، لكن اسمها الحقيقي هو فتحية السيد. اتولدت في طنطا، ولما ابوها طلق امها واتجوز غيرها اضطرت انها تهرب للقاهرة وقعدت عند واحدة صاحبتها، وراحت هاجر حمدي تشتغل عند الراقصة المشهورة جدا بديعة مصابني في فرقتها، وبقت راقصة من ضمن فرقة بديعة، وبدأت تشارك بعد كده في السينما كراقصة كومبارس في بعض الأفلام لحد ما اكتشفها يوسف وهبي، وبدأت تاخد أدوار كبيرة شوية لحد ما قدمت بطولة مطلقة ليها زي فيلم المعلم بلبل. هاجر اتجوزت 5 مرات في حياتها، خلفت من كمال الشناوي ابنها محمد، وخلفت أولادها التانيين رضا وعزة وعمرو من زيجاتها التانية. اعتزلت هاجر الفن عشان تربي ابنها، وده كان في بداية الخمسينات، لكن قررت هاجر انها ترجع تاني للفن وشاركت في عدد من الأفلام، لكن بتقرر للمرة التانية والأخيرة إنها تعتزل نهائيا. وفي عام 1975 قررت هاجر إنها تروح تحج، وبعدها اتحولت حياة هاجر 360 درجة. لما رجعت هاجر من الحج اتولدت من جديد، نسيت كل شيء فات، وقررت إن هي تنشئ مركز إسلامي ملحق بيه مستشفى ومدرسة ودار رعاية للأيتام وكبار السن ودار تحفيظ للقرآن الكريم. وبقت كل سنة لازم هاجر تروح تحج، واقتصرت حياتها على العبادة بعيدا تماما عن الأضواء. وقبل ما تموت خلت بنتها تقسم على المصحف الشريف إنها تكمل مسيرة الخير اللي بدأتها، وإنها تتولى إدارة المركز الإسلامي بكل ما فيه، وأحفادها يعملوا زيها ويستمروا على العهد. نهاية هاجر كانت حسن الخاتمة، رحمها الله.